في 6 أكتوبر ما كانش انتصار جيش، كان انتصار أمة آمنت أن الله لا يخذل المؤمنين. في اليوم ده لما عبروا القناة ما كانوش بيحملوا بس سلاحهم، كانوا شايلين معاهم إيمانهم ويقينهم وسجودهم اللي بل رمل الصحراء. كانوا فاكرين إن النصر مش بيبدأ من الدبابة، النصر بيبدأ من قلب ساجد بيقول يا رب إن تنصرنا فلا غالب لنا. لما تسمع صيحات الله أكبر في السماء تفتكر بدر، تفتكر الصحابة وهم واقفين أمام جيش أقوى منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رافع إيده يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني. في بدر كما في أكتوبر النصر بدأ من نفس المكان، من القلب اللي مهتزش رغم الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة لما كان الغار مليان خوف وصاحبه بيقول له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال له بثبات لا تحزن إن الله معنا. الكلمة دي عبرت الزمن، عبرت القلوب، وهي اللي عبرت القناة في أكتوبر. الجنود وقتها ما كانوش بيدافعوا عن أرض بس، كانوا بيدافعوا عن معنى، عن كرامة، عن لن نهزم ما دام الله معنا. واللي عاشوا النصر الحقيقي مش بس اللي رفعوا العلم على الضفة التانية، لكن اللي رفعوا راسهم بعد سنين من الانكسار وقالوا ربنا ما بينساش دعاء الصابرين. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. في كل مرة الدنيا بتضيق افتكر أكتوبر، وافتكر بدر، وافتكر الهجرة، لأن اللي نصرهم هو نفسه اللي معاك دلوقتي. كل مرة بتظن إنك مش هتقدر افتكر إن الله قادر. كل مرة بتحس إنك وحيد افتكر لا تحزن إن الله معنا.